بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. مش هعلق على التشطيب ولا على التفريغ. أنا أهم حاجة عندي إن أوصل معلومة سليمة لأي حد هيستعمل الخامة دي. هي سهلة جدا لأي صنايعي يشتغل فيها، بس أظن واضح جدا البلاستيك اللي ملزوق على الوش ملزوق عن طريق تفريغ الهواء بين البلاستيك وبين الخامة. الخامة صناعي، مش كويسة أبدا، طرية جدا في استخدامها للصاروخ، يعني أي صنايعي هيشتغل فيها هيبقى مرتاح. بس اللي اختار الرخامة هو، أو اللي اقترح عليه الرخامة هو اللي هيتعب بعد كده. الخامة بتتخدش بسرعة بدليل البلاستيك اللي على وشها لمعتها تكاد تكون مطفية، مفيهاش اللمعة بتاعت الجرانيت، بتتخربش. وانا محتاج ان انا لما يكون عندي رخامة اجيب صنايعي محترم يفرغ لي الحلة مظبوط، مفيش تخانات تفك، مفيش اي حاجة تبوظ منها، علشان مش سهل انها تتعمل تاني بعد البيت ما بيكون اتشطب. فما بختارش اللون على حساب الخامة، ودي اللي انا على طول بقولها. ويعز عليا اقول ان في شركة كبيرة جدا لسه شايف لها فيديو وانا بتفرج على المحتويات على الفيس، لقيت واحد شركة كبيرة بيتكلم عن الكوارتز، بيقول انها خامة كويسة جدا وما بتتخربش. طب لو زبون سألك هي بتتخربش، امال الطاولات دي عليها بلاستيك ليه من الوش؟ لو كلامك مظبوط وهي مش بتتخربش ولونها كويس والمميزات الجميلة الأول اللي انت عمال تقولها عليها دي حلوة قوي كده، الطاولات جاية مستوردة من بره عليها بلاستيك ليه؟ وطالما هي خامة أصلا صناعي غالية كده ليه؟ يعني الخامة اللي قدامكم دي بيقولوا إنها إيطالي، وأنا أشك إنها تكون إيطالي، أنا متأكد إنها صيني. لأن الدولة الإيطالية مش محتاجة تعمل خامة صناعي، لأن عندها خامة طبيعي تكاد تكون يعني من أفضل أنواع الخامات في العالم، الخامة الإيطالي، وغالية وتمنها فيها. فين المقتضى إنها تعمل طاولات من خامة صناعي وكمان تحط عليها بلاستيك؟ أعتقد إن الخامة دي صيني، محدش بيعملها إلا الصين. الصين هي أصل أي فساد في أي مكان. نسيب الخامة الجرانيت المحترمة ونعمل خامة صيني. نطلع بره الموضوع شوية. دي مدينتي يا جماعة، المطبخ كان في مدينتي. في أي واحد بيتنك وقاعد في شقة وشاري شقة وبتاع، لا يا جماعة، مدينتي مستوى تاني. تطلع في البلكونة تشوف الفيو ده، والمكان نفسه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يديهم من الارض للسما. مكان راقي، سكيورتي، صيانة. انا مش هتكلم بقى طلعت مصطفى يا جماعة مع اعتراضي على الموقف اللي هو عمله، ماليش دعوة. القصد نرجع لمرجوعنا، دي المطبخ، ده الحوض، تمام. الحتة المفتوحة التانية دي كانت بلت ان ايه، كهربا. الخامة بكل المقاييس طرية انك تشتغل فيها بايديك كصنايعي، لكن كخامة لزبون بيقولك قولي الصح فين، تقوله بكل اريحية الكوارتز بكل اشكاله الوانه خامة فيستك ملهاش 30 لازمة. طب انا بقول كده ازاي؟ بقول كده عشان الامانة المهنية. الخامة دي ضعيفة جدا بدليل ان عليها بلاستيك. يا جماعة حاطين بلاستيك عشان ما تتخربش، من قبل ما تلمسها بتتخربش، بس هي متينة ما بتتكسرش الكسر بتاع الجرانيت او الرخام لانها خامة صناعي. لكن شغلها في الصاروخ من اسهل ما يكون في العالم. الصاروخ بيخش فيها اكنك مسخن سكينة سخنة سخنة كده على الاخر وحطها في حتة الزبدة. ادي الكوارتز يا جماعة. واللي عايز يصدق واي حد يقوله الخامة دي ما بتتخربش، يمسك موس ويحطه على وشها اكنه سكينة كده وشوف هتتخربش ولا لا، وانت هتتأكد ان انا كلامنا اللي صح والشركة الكبيرة بتكذب عليكم.
اي شركة كانت واي واحد بيشتغل في الخامة دي مش مظبوط. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.